السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح بالليل لقيت حد بيتصل بيا بيقول لي يا استاذ مسعد، قلت له تحت امرك. قال لي انا معايا حقنتين عايز اخدهم عضل. قلت له تحت امرك، ايه الحقنتين دولت؟ بيقول لي معايا حقنه فولتارين وحقنه بريمبران. قلت له طب يعني مين اللي قال لك تاخدوا الحقنتين دول عضل؟ قال لي هو الصيدلي قال لي خد واحده هنا وواحده هنا، بس انا عايز اخدهم الاثنين في يعني تبقى شكه واحده بدل الشكتين. يعني انتوا فاهمين يعني ايه يا فندم؟ معاك حقنه بريمبران فولتارين اهيت وحقنه بريمبران. انت عارف يعني ايه تاخد الحقنتين دول في سرنجه 5 تاخدهم عضل؟ ده مستحيل، مش مستحيل بس ده ما ينفعش اساسا. مش انا اللي بقول كده، تمام؟ انا هثبت لك دلوقتي. وحتى لو في محلول انت مركبه المريض ما ينفعش تبقى انت ما عندكش خبره او انت مثلا مش اخد بالك. انا شخصيا ممكن اغلط في حاجه زي كده. الحقنتين دول مستحيل يتلخبطوا في سرنجه واحده ولا يتاخدوا عضل قوي. والكارثه الاكبر بقى لو اتاخدوا وريد. دول يا فندم ما بيتاخدوش وريد. انا دول لو في محلول حط الحقن كلها في المحلول بتاعك، تمام؟ والحقنه دي بريمبران اسحبها لوحديها في سرنجه وفضيها في المحلول، والفولتارين اسحبها لوحدها وعبيها وحطها في المحلول برضو، تمام؟ وانا هوريك حاجه بسيطه هتعرفك ان الحقنتين دول لو اتاخدوا عضل او وريد هتبقى كارثه فعلا. يعني بص حضرتك، انا معايا السرنجه طبعا، انا يعني هما مش مليانين، انا اسف. ادي سحبنا البريمبران، تمام؟ بص مجرد ما اسحب الفولتارين على البريمبران ايه اللي هيحصل؟ وادي الفولتارين اهيت. بص يا فندم، بص كده، شايف السرنجه عامله ازاي؟ انت متخيل يعني ايه الصيدلي مثلا او اي حد يروح يجيب حقنتين ياخدهم من غير اي درايه ولا من غير ما يعرف الحقن ديت عامله ازاي؟ شايفين حضرتك؟ انا كنت منزل فيديو قبل كده، تمام؟ بتكلم فيه عن الحقن والترسب بتاع الحقن والحاجات دي. مستحيل يا جماعه ادي مريض حقنه بالمنظر ده، مستحيل. انا مش عارف الحقنه دي بتترسب ولا لا، اسحب كل حقنه لوحديها، اشك المريض مره واثنين وثلاثه. مش احسن ما اشكه شكه واحده وللاسف المريض يتوفى؟ اول حاجه هيسيبوا الصيدلي ويسيبوا الدنيا كلها، هيمسكوا فيك انت اللي مدي الحقنه، تمام؟ يا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.